اوعى تتخدع في المكن الموجود في السوق، مش كله زي بعضه. جايب لك المكنه الفي جي ار اللي فوق جامد بجامد. بجد المنتج ده زي العسل، زي قلوبكم الصافيه. المنتج ده في جي ار 901 حاجه كده، حكايتها حكايه من افضل المكن الموجود في السوق. الحته دي مش موجوده غير عندنا بفضل الله. بص كده ختم الفي جي ار، شايفه؟ تمام. لو ما لقيتش في ده يبقى المكنة اعرف انها مضروبة. تخيل التقفيل بتاعها، بص الجمال، بص العظمة، بص الشاشة. بص يا باشا، بيقول لك نسبة الشحن، بيقول لك محتاجة زيت مش محتاجة زيت. حاجة كده كأنك راكب عربية آخر موديل. وكمان يا باشا بتشحن بشاحن تايب سي زي ما انت شايف. بص بقى الحاجات والشغل اللي جاي معاها. جاي معاها يا باشا ادي واحد اتنين تلاتة، ادي اربعة. جاي معاها اربع توشاش للحلاقة. المكنة ديت ميزتها ممكن تحرق شعر، ممكن تحلق دقن، تحلق اي حاجة، تجيب لك شعرك زيرو، تجيب لك دقنك زيرو، مش هتحتاج تروح تاني الحلاق. فعلا تحفة فنية بشاشة ديجيتال. والله حاجة حكايتها حكاية فعلا. بص كده يا باشا العظمة، بص الجمال. في جي ار بتمتعنا الايام اللي جايه. بص فيشة الشحن بتاعتها حاجه اصليه، احسن من اللي بتيجي من التليفون كمان. بص يا باشا جاي معاه الفرشه، جاي معاه ازازه الزيت بتاعتها. حاجه حكايه الحكايه. طول ما انت مع عنون بالمنصوره هتبقى بالمضمون. لو ما اشتريتهاش من محلات عنون يبقى انت كده مش في المضمون. سلام.